الحزن والزعل على فقد شخص عزيز عليك ممكن يوصلك انك تفقد نفسك، وده اللي حصل لحسن في اسف على الازعاج. اسف على الازعاج واحد من افضل الافلام في السينما المصريه من وجهه نظري، وده بيرجع لاتقان وتكامل كل حاجه في الفيلم، سواء كفكره، كتابه، تمثيل، اخراج، اهتمام بالتفاصيل، كل حاجه في افضل شكل ليها في الفيلم ده. فخلينا ما اطولش عليك وخلينا نبدا نتكلم عن الفيلم. افتتاحية أي فيلم بتبقى من أهم المشاهد فيه، وده لأنها بتشرح حاجات عن الشخصية بواسطة المخرج من غير كلام، وآسف على الإزعاج ما كانش استثناء. فهتلاقي خالد مرعي بدأ الفيلم فويس أوفر لأحمد حلمي مع شطات رئيسية للمكتب، وده عشان يوضح لك حبة تفاصيل. أولاً هتلاقي كتاب باسم كلاي وورك، واللي بيتكلم عن الفخار والسيراميك والتشكيلات والأفكار اللي ممكن تطلع منه، والنقطة دي هنحتاجها بعدين. واللي فوقيه ده قاموس عادي. المهم بيكمل الشوط الاستعراض بقية المكتب، بيكون عليه طوابع بريد وأظرف كتير، وده بيكون مصاحب للفويس أوفر بتاع حسن اللي بيوضح إن هو بيكتب جواب، فده بيوضح إن ده لا أول جواب ولا آخر جواب هيرسله. بعدين بيعرفنا المخرج على اسم البطل عن طريق ان هو بيكتب اسمه في الجواب، وبنعرف ان هو بيكتب جواب لرئيس الجمهوريه وهو بيشتكي له من الناس ومعاملتهم ليه. بس لما الجواب بيطبع بنلاقي ان الكلام مختلف تماما، وبنلاقي ان هو بيكلمه على المشروع بتاعه بس، وبشكل مختصر كمان من غير كل الكلام اللي كان بيقوله في دماغه. ودي اول حاجه تقول لك ان في حاجه غريبه، كأن في شخصين، شخص بيكتب وشخص بيفكر، والاتنين مش متفقين مع بعض. المهم بيخرج حسن من الاوضه وبنعرف انه مكتب ابوه وان ابوه كان طيار. وبص الصياعه بتاعت خالد مرعي هنا علشان يبين لك ان فعلا في حاجه غريبه، وضح لك عرضين من اعراض الاسكيزوفرينيا، وده في مشهد لا يتعدى 30 ثانيه. اولا الاو سي دي لما ظبط الساعه سنه بسيطه، وثانيا انعدام التركيز وهو بيصب عصير البرتقال، ودي بتبقى من ضمن الاعراض المتقدمه في الاسكيز. بس عادي كلنا لما بنبقى بنفكر او مسحولين في حاجه ساعات بنبقى كده. المهم بيتصل عليه برايفت نمبر، وبيبقى واحد باين عليه ان هو متعود ان هو يتصل يشتمه على طول، فبيقول له يا فاشل يا حمار وبيقفل في وشه السك. ودي حاجه هتتكرر كتير قوي قدام. وهو نازل رايح الشغل بيلاقي البواب ماسك الجورنال بالعكس، وبيقول له الدنيا مقلوبه في اشاره سياسيه شويه. وبيروح حسن وبيركب عربيته، بس بيلاقي ان هي مكتوب عليها حمار، فبيحاول يمسحها بس ما بيعرفش. لكن لما بيتحرك وبيوصل لمكان صندوق البريد، العربيه بتبقى حرفيا بتلمع، وده معناه حاجه من الاتنين، يا اما الكلمه كانت مكتوبه من جوه، يا اما ما كانش في حاجه مكتوبه اصلا. بس خلينا نقول ان هو راح غسل العربيه في المشوار ده. المهم بيحط الجواب وبيروح على شغله كمهندس طيران، بنشوف ان هو ما بيتقبلش زميله الطيار، وده هيبقى ليه دلاله لبعدين. المهم بعدها المدير بيستدعيه، وبنعرف ان ده يوم اجازته وهو بيكون مش فاكر او عامل نفسه مش فاكر، والاتنين اعراض لمرض الاسكيز زي ما قلنا. المهم بيروح وبيقعد في كافيه وبيشوف واحده بتعجبه وبيعوز يكلمها، من اول هنا ركز معاها جدا. المهم بيروح وبيقول لها ان هي ممكن تستخدم الكاميرا الاماميه بدل السكينه، فبتحرجه. بس في هنا حاجه مهمه جدا، اولا ان هو قال لها ان هو كان معاه تليفون زي ده، وده ان دل فبيدل ان عقل حسن ما بيكريتش حاجه، هو بيستخدم الداتا اللي موجوده عنده اوريدي. والغريب انه لما بيرجع ترابيزته بنلاقيها بتشرب شاي مش برتقان زي ما هو كان شايف لما كان عندها، فده ان دل يدل ان هو ما راحش كلمها اصلا، ودماغه هي اللي رسمت المشهد ده كله. كمان استعانت فيه بكل حاجه ممكنه من دماغ حسن، وعشان كده هو قاعد يرسمها مش بس على الورق لكن في دماغه كمان. والمشهد اللي بعده بيروح حسن يقف قدام موتوسيكل، ويفتكر كم مره حاول يقول لامه ان هو عايز يجيبه وهي بترفض. ومن هنا نقدر نستشف ان خوفها المبالغ فيه عليه عمل اكتر من حاجه. اولا عامل زي حاجز بينه وبينها، فابتدى يكون اقرب لابوه لانه مصاحبه. وثانيا انه ممكن يكون ما بيحبش زميله الطيار ده عشان امه خافت عليه ومنعته ان هو يكون طيار زي ابوه. المهم بيكمل المشهد وبيشوف ان الحارس بيشتمه برضه، وبعدها بيروح البيت وامه بتبتدي تملي عليه بعض الاوردرات، زي انه يقفل البلكونه وراه وما يسيبهاش زي كل يوم. وبيروح فعلا للبلكونه، وبالرغم ان هي كانت مقفوله بيفتح يلاقي ابوه قاعد جوه. وبعدها بيدور بينهم حوار قصير بيقول لابوه ان هو ما ينساش يقفل البلكونه وراه. ومن هنا بنعرف ان حسن كل يوم مش بيسيبها عن عمد، هو بيعتمد ان ابوه هو اللي هيقفلها. وبعد شويه ابوه بيخش وحسن بيعوز يعمل له قهوه، بس ابوه بيرفض. وده ليه؟ لانه مش موجود غير في دماغ حسن، فمش هينفع يمسك حاجه فيزيكال او ماديه. المهم في المشهد اللي بعده حسن بيروح الكافيه وبيلاقي نفس البنت اللي كسفته قاعده بتقرا كتاب عن جيفارا، وحسن برضه بيشوف ان الويتر بيشتمه بس بيتجاهل وكانه اتعود وبيروح يقعد. المهم بيقعد وبيسمع فريده اللي برضه كانت بتشرب برتقان وهي بتتكلم في التليفون عن واحد نصب عليها، فبيلقط الاسم وبيتفق مع الويتر ان هم يعملوا مسلسل كده، وهو ان الاسم اللي هي قالته بيتصل بيه في التليفون. وهنا بيبان اكتر ان في حاجه غلط، لانه كان بيقول للويتر ان هو يعلي صوته جدا رغم ان حسن سمعها وهي حرفيا بتهمس في التليفون، والويتر اصلا كان اقرب لها من حسن. المهم بتنجح الخطه وبتطلع وراه، بس بيقف واحد بيبص له كده باستغراب وكأن في حاجه غريبه، بس بيكمل كلام معاها وبيكتب لها رقم وبيعرف ان اسمها فريده. وبيروح البيت وبيدخل المكتب يقعد مع ابوه، وبنلاقي ان ابوه دايما بيوافقوا على اي حاجه هو بيقولها. وعارف انك هتقول ان ابوه ماسك الجورنال بالمقلوب، بس لا، الجورنال متن نصين فهو بالنسبه له معدول. المهم بنعرف برضه ان جدته وامه اسمها فريده. وتاني يوم بيروح حسن الشغل وبيكون اجازه برضه، بس المره دي بيبقى واضح ان هو فاكر وعارف، وده ان دل فبيدل على عرض تاني من الاسكيز وهو مقاومه التعليمات. فبيثور عليه مديره ثوره عارمه وبيخليه يمشي، وهو بيركب عربيته بيشوف صاحبه اللي ما بيحبوش وبيساله ليه بقى منعزل رغم ان هو ما كانش كده زمان. فدي راميه صايعه ان حسن مش طول عمره كده. المهم بعد ما صاحبه مشي بيظهر حب حسن للموتوسيكلات جدا وانبهاره بيها، ويمكن ده برضه يكون من اسباب كره حسن لصاحبه ده، لانه عايش كل حاجه حسن نفسه يعيشها. المهم بتتصل فريده بيه من رقم غير رقمها
فبيتفقوا ان هم يتقابلوا، وده عشان يديها جزء من الفلوس اللي منصوب عليها فيها. المهم بيقابلها في مكان اثري، وبنعرف ان حسن جه المكان ده قبل كده وهو صغير واتبسط فيه جدا. تيجي فريده وهي لابسه بادي عليه موتوسيكل، وده لان كل ده في دماغ حسن، فبيرسم كل حاجه بيرفكت. وبعدها فريده بتبتدي تنتقد لبسه، فبيروح يجيب لبس جديد، وبيروح البيت بقى يتامل اللبس بتاعه اللي كله فورمال وشكله قديم، وده لارتباطه بوالده في كل تفاصيله حتى لبسه. المهم بعدها بيكتب جواب تاني للرئيس وبيقول له ان هو مضطهد حتى من العصافير، وده عشان عمل البيبي عليه. وبعدين بيجي مشهد تاني يعبر عن عرض جديد من السكيز، وهو عدم اهتمامه بنفسه وعدم اكتراثه لاي شيء، زي انه بيغسل وشه بصابون المواعين، وانه مش مهتم يعمل حاجه امه بتقول له عليها. وغير كده برضه بنتعرض لنفس عصير البرتقال اللي اتكرر اكتر من مره في اكتر من موقف. المهم بيروح حسن يسحب فلوس ويجيب الموتوسيكل اللي طول عمره بيحلم بيه، وهو هناك بتتصل بيه فريده وبيقول لها جمله غريبه جدا، بيقول لها وانت متصله من 080، وطبعا انت عارف ان مفيش شبكه بالرقم ده. لما سرشت شويه لقيت تفسير منطقي الى حد ما، وهو ان ال 080 ده عباره عن خاصيه او بروتوكول كان موجود ساعتها عشان يربط اكتر من خط على نفس اللاين، وكان بيستخدم في الشركات والمستشفيات وهكذا. المهم بعد ما بيتفق على الموتوسيكل وان هم يوصلوه له لحد البيت، وده علشان هو ما بيعرفش يسوق، بيروح يقابل فريده وبنلاحظ ان اللبس اللي حسن لابسه فيه اكتر من حاجه بنفسجي، واللون البنفسجي دايما بيدل على الفانتازيا او ان اللي بيحصل ده مش حقيقي او في حاجه غلط. وبيتكلم هو فريده عن الضحك وبيقول لها ان كل واحد بيكون ليه ضحكه خاصه بيه، فبتساله طيب انت ضحكتك ايه، فبيكتشف ان هو ما عندوش، فبيخش الحمام وبيجرب اكتر من ضحكه. والقطات في المشهد ده بتبين ان الشخص ده مختل نفسيا، يعني بين كل تجربه والتانيه بيكون في ديسولف ترانزيشن بيبين ان في حاجه غريبه. المهم حسن في النهايه بيلاقي ضحكته، والنقطه دي هنحتاجها في الاخر فخليها معاك. وبيروح البيت وامه بتعرف ان هو جاب موتوسيكل وبتزعق له وبتقول له يرجعه، بس هو ولا كانه سمعها. وبعدين بيروح الشغل بيلاقي مدير واقف عن العمل، وحسن بيستقبل ده باللامبالاه بتاعته، بيروح يشتكي للرئيس ان هو توقف عن العمل، بس بيكلمه نفس البرايفت نمبر اللي بيشتمه كل مره وبيقول ان هو حمار وفاشل. والمشهد اللي بعده بيقابل فريده وبتاخده بتوديه قصر البارون، وبيقول لها ان هو طول عمره بيتمنى ان هو يدخله بس دايما بيبقى رايح الشغل او جاي منه. وبنعرف من هنا ان حسن مهتم بالتاريخ وبيبقى عارف تاريخ المكان. فريده بتقول له ان البارون ده راجل بيقدر الجمال وعشان كده بنى القصر ده، فبيقول لها كده بقينا اتنين. المهم حسن بيحاول يعمل زي بوبي يهديها ورد، لكن لانها مش موجوده فما خدتوش، وبيسالها على اسم ابوها، وبالصدفه بيطلع الكاتب اللي حسن بيقرا له القصص البوليسيه. وده عشان زي ما اتفقنا مخ حسن ما بيكريتش حاجه، هو بيستعين بالمعلومات اللي موجوده عنده. وبعدها بيروح يقعد على القهوه، بس غالبا المشاهد اتلخبطت في المونتاج لان هو ما بيكونش معاه الورد، وبيقعد مع ناس كلهم عشان ما حدش فيهم يعرف التاني، وان كلهم ما يعرفوش بعض وما لهمش اسم ده بيدل على التعميم والتهميش، وهيوضح اكتر ده بعدين. وحسن بيساعد واحد من اللي قاعدين في الضمنه لان نظره ضعيف ودايما كان بيضحكوا عليه وبيكسبوه، وبيخليه يكسب اول طابق ليه. وبعدها بيروح البيت وبيدي الورد لامه، بس بتقفش ان هو ما كانش ليها. بعدين بيطلع الصاله فبيلاقي ابوه قاعد بيقرا كتاب ريلاكس لايف، وده برضه هنحتاجه بعدين، وبيبقى هو الشخص التاني اللي في دماغ حسن، واللي بيقول ان هو لازم يقول لامه ان هو مشي من شغله وما ينساش مشروعه. تيجي المشهد ده بان هما بينزلوا عشان حسن ياخد ابوه لفه، وبمجرد ما بيركب يقعوا هما الاثنين، فبيطلعوا تاني وبيلعبوا شطرنج، وبرضه ابوه بيرجع يكلمه عن مشروعه وان هو يشتغل عليه، وبعدها يبيعوا لاي شركه طيران بره. بس طبعا حسن بمثاليه مبالغ فيها بيرفض. وبعدها بنشوف حسن نام وهو بيقرا كتاب لجيفارا، ولو تفتكر ففريده برضه كانت بتقرا كتاب عنه في الكافيه، وامه بتعرف ان هو سحب 70,000، وبيقول لها ان هو جاب بيهم الموتوسيكل وهيجيب لابتوب بال 15,000 التانيين، بس ال 15,000 دول المفروض ان هو بيديهم لفريده عشان يعوضوا عن النصابيه اللي اتورطت فيها. المهم بيقابل فريده وبرضه بنلاقيه لابس تيشيرت عليه بقره بنفسجي، وده عشان ده فانتازيا مش حقيقي، وبرضه لسه بتصاحبه نظرات الناس اللي بتبص له باستغراب. المهم بيروح على البيت ويشتغل على مشروعه، وبيجي له تليفون المفروض ان هو من مكتب الرئاسه عشان يقابل الرئيس. فحسن بياخد تورته وبيروح للرئيس، بس القوات بتعامله كارهابي لحد ما بيدخل عند مكتب السكرتير. وهنا نلاحظ ان السكرتير ده وهو بيألف في المستند بتاعه وقف تأليف فجأة، وحدة كلامه اتغيرت وبقى اهدى، وده لان من ضمن الورق ده ورقه من مديره في الشغل اللي بيشرح له حالته. المهم بيعرف حسن ان اللي بيتصل بيه دايما ده هو اللي سوحه. وبعدها بيروح على البيت وبيلاقي امه عرفت موضوع شغله وبتقول له ان هو لازم يروح لدكتور، وهو ما بيكونش عارف ليه، بس الكلمه بترن في عقله الباطن. فبيروح يقعد في الكافيه وبيشغل كاميرا اللاب وبيشوف كأن الويتر هيضربه، بس بيبص وراه فما بيلاقيش حاجه، بس بيرجع تاني وبيشوفه وهو بيضربه وكمان بيحس بتأثيرها، وبيشوف الفيديو بتاعه وبتصعب عليه نفسه. فطبعا في الموقف ده عقل حسن عايز يوازن الزعل والصدمه، فبيظهر له فريده وبيحكي لها كل حاجه، ولانه مقتنع ان في حاجه غريبه بتحصل ففريده بتخضه وبيقع على الارض وبيمشي وهو زعلان، وبيقف وبيشغل كاميرا الموبايل وبيصور السايس وهو بيكلمه، وبيبقى اللي بيحصل في الكاميرا عكس اللي بيحصل في الحقيقه. وبعدها بيجي المشهد العبقري اللي بيشرح اكتر من حاجه وهو لعبه مع والده سكواش. في المشهد ده حسن كل ما يلعب ويضرب الكوره ابوه ما بيصدهاش، والوضع ده استمر لغايه اخر المشهد. لكن مش ده بس المهم في المشهد ده، الديالوج نفسه مهم جدا لانه بيحكي لابوه على اللي حصل له، وبيبقى وراه الموبايل ولاقي الناس بتعامله وحش. فحسن بيساله عن تفسير ده فبيقول له ان دي عبقريه. بيقول له جمله مهمه جدا وهي ان في اتنين جواه بيلعبوا بعض، ولو لاحظت فطول الفيلم ابو حسن ما بيعترضش على اي حاجه بيقولها، ودايما بيسمعه اللي هو عايز يسمعه، وده عشان مخ حسن خلق وجود ابوه عشان يكون داعم ليه في المقام الاول. المهم بيتفق هو وابوه ان اللي يعامله وحش حسن يعامله كويس، وبيروح حسن على البيت وبيكتب الخطاب رقم 1200 للرئيس، وبيحكي له كالعاده اللي حصل في الفتره اللي فاتت. وبعد كده بيروح لفريده يديها اخر دفعه من الفلوس وبيخليها تركب وراه، وبيطلعوا على الطريق الصحراوي، وبعدها بيوصلوا للشط.
وعشان المخ دايما بيميل للاستقرار فهو مرتاح وهو في الزون دي، فخلاص بيخلي حسن يخليه فيها زي ما هو. المهم بيبدا حسن يصور فريده صور كتير وبعدها بيعترف لها بحبه، وبيجي المشهد اللي اغلب الناس خدت بالها منه وهي ان فريده ملهاش اثر على الرمل، وده مش حقيقي قوي. هي الفكره في نوعيه الرمل نفسها، لما جه عليها الميه بقت اصلب وبقت غير قابله للتشكيل، واكبر دليل على ده ان حسن كمان ملوش اثر. بس اللي فعلا مميز في المشهد ده انه لما حدف لها الصدفه ما مسكتهاش، وفي المشهد ده برضه حسن كانه بيعترف بكل حاجه لنفسه، وبيقول ان هو حاسس ان هو تلجايه وخايفه تطلع بره الفريزر ده اللي هو دماغه، واللي هي بتهيأ له كل حاجه عشان يبقى مبسوط جواها عكس اللي موجود على الواقع. طول الفيلم حسن كان ماشي على نفس المنوال، كل اللي بيحصل جوه دماغه حاجات هو بيبقى حابب ان هي تحصل. فمثلا ابوه ما بيعرضوش وبيسمعه اللي هو عايزه، ودايما مخه مصور له ان هو عبقري وعشان كده الناس بتكرهه، وفريده تبقى البنت الجميله اللي شافها مره في الكافيه وبعد كده حبها. المهم بيخلص المشهد ده وبيرجعوا للقاهره، بس وهم راجعين حسن بيقول لها ان هو عمره ما عيط، وده لان مخه دايما الحاجه اللي ما بتعجبوش ما بيتقبلهاش. المهم حسن بيوصل فريده البيت، ودي بتبقى اول حاجه ماديه بتظهر لفريده، واللي هو بيتها، وبتطلع ساكنه في السادس. بعدها بيجي مشهد بيجمعه مع زميله في القهوه اللي كان اتعرف عليه، وحسن بيحاول يخليه يحكي له حاجات عشان يعرف يعيط. فبيحكي له قصته وان هو بقاله 25 سنه قاعد على القهوه ومش لاقي شغل، لدرجه ان هو نظره قرب يروح ومعهوش حتى ان هو يجيب نضاره. المهم حسن بتجيب له الدكتور في هيئه مستاجر، لكن حسن بيكشف الموضوع وبيتعصب عليه وبيطرده. ومن هنا بيجي الماستر سين وبدايه البناء للنهايه. ابو حسن بيجي وحسن بيشتكي له من اللي امه بتعمله، وابوه برضه بيهاوده وبيحاول يهديه، وامه بتشوف المشهد من بعيد ما تقدرش تفضل واقفه ساكته وبتروح تكلمه، وهو بيحاول يصدر ابوه عشان يدافع عنه، لكن ابوه كالعاده بيسكت. وهنا امه بتصارحه ان ابوه مات، وهنا رد فعل حسن كان اول وتاني مرحله من مراحل الصدمه، وهو الانكار والغضب. هو مش عايز يصدق ان ابوه مش موجود ويدافع عن ده بعصبيته. بس هنا حصل ان الاول مره الكاميرا ما بتبقاش بتوريك حسن شايف ايه، هي بتوريك الحقيقه. فلما بيحاول يكلم ابوه الكاميرا ما بتظهروش. وبيخلص المشهد ان حسن بينزل الشارع وبيركب يروح المكان اللي كان فيه هو وفريده، ولكن المره دي بيروح لوحده. هو قرر برضه ان هو يحاول ينسحب من الواقع ويفضل في دماغه، بس دماغه مش قادره تتجاهل الكلام اللي امه قالته. فلما بيقعد في الاوضه مع ابوه بيفضل يحكي له قد ايه هو بيحبه والعلاقه بينهم كانت عامله ازاي، وكأن دماغ حسن بتحاول تاثر على مشاعره وتنسيه. بس حسن بيقرر المره دي ان هو ما يسمعهاش وبيعلي الموسيقى على الاخر. وهنا بتيجي المرحله الثالثه من الحزن، وهو التفاوض. هو دلوقتي بيفاوض نفسه ان هو يقبل الكلام اللي امه قالته او لا. فبعد ما بيعلي الاغنيه بيسيب له الريموت في اشاره ان انت لو عايز توطيها وطيها. والاغنيه اللي بتشتغل هنا اغنيه دونت سبيك بصوت جوين ستيفاني، واختيار الاغنيه هنا كان عبقري لانها بتقول فيها ان هم اعتادوا ان هم يكونوا سوا كل يوم وفي كل وقت، ودلوقتي حاسه ان هي بتخسر اقرب صاحب ليها، تقول مش قادره اصدق ان دي النهايه. بس باين فعلا ان هي خلصت وان انت هتمشي، بس حتى لو ده حقيقي فانا مش عايز اعرفه. ذكرياتنا ممكن ترجعنا، بس للاسف في منها المخيف واللي هي لحظات الفراق بالنسبه لحسن. ومن المشهد ده حسن بيدرك ان امه عندها حق، وقف كانه بيودع ابوه بيلومه على الوداع ده، وبعدها بيروح لقبره عشان يبقى ايقن بدليل مادي، وبيخش في رابع مرحله في الحزن وهي الاكتئاب. وانهيار حسن ما بيقتصرش على ابوه، لانه بعد فتره بيروح فرح صاحبه وبيلاقي فريده داخله مع صاحبه الطيار وبيرقصوا سوا، فبيقوم وبيضربها بالقلم. كاميرا الفرح بتجيب ان مفيش حد واقف قدامه، وبعدها بيطلع يجري وراها وبيلومها بيقول لها ليه عملتي كده، فبترد عليه رد ليه معنيين، وهو انت اللي عملت كده مش انا. فبيقعد على الارض والاول مره بيصارح نفسه ان هو مش هيعرف يمشي عشان ساعتها هيكون لوحده، والاول مره بيعيط وبيعتذر لفريده عشان ما تسيبهوش، بس في الاخر بتسيبه وبتمشي. فبيجري وراه على بيتها، لكن لما بيوصل بيكتشف ان دي الشقه بتاعتهم اللي امه مأجراها، فبيعرف ان في حاجه غلط. فبيطلع يجري بشكل هستيري على اوضته، وامه بتقول له مش ممكن فريده دي تكون مش موجوده برضه. فبيخش في مرحله الانكار من تاني، وبيقول لها ان ادى ال 15000 جنيه لفريده وما جابش بيها اللابتوب، بس امه بتقول له ان اللابتوب موجود بكرتونته. فبيلاقيه فعلا، ومن هنا بيبتدي ينهار، بس بيفتكر الكاميرا اللي عليها تكون المنجيه ليه، فبيطلعها ويشوف الصور وبيشوف ان مفيش ولا صوره ظاهره فيها فريده. فبينهار وبيخش في مرحله الصدمه من تاني، وبعدها بيخش في اكتئاب اكبر. وهنا بيقرر اخيرا ان هو يروح لاخر مرحله في الحزن وهي التقبل، وده عن طريق ان هو بيوافق ان هو يروح المصحه، وهناك بيشوف ابوه وفريده لاواخر المرات وكانهم بيتنزعوا منه وبيتعافى. وبنلاقيه برضه بيقرا نفس الكتاب اللي ابوه كان بيقراه في الاول، وده بيدل ان هو كان مرتبط بابوه بكل تفاصيله. فحتى لو هيمشي فخلينا نفتكره بابسط الاشياء. وهو في المصحه بيروح صاحبه يزوره، والاول مره حسن بيعرف ان صاحبه ده الوحيد اللي كان معاه من البدايه. فاول ما بيشوفه بيحضنه كانه اعتذار وامتنان ان هو ما بعدش عنه رغم كل اللي حصل. المشهد اللي المخرج بيعبر فيه ان خلاص حسن تعافى هو عن طريق ان حسن بيخلص هيكل الموتوسيكل اللي كان بيحاول يعمله بقاله فتره طويله وما كانش قادر ان هو يخلصه عشان ما بيقدرش يركز. فدلوقتي هو خلصه وخلص من مرضه. فاخيرا بيقعد مع الدكتور لاخر مره، بيساله لو بطل ياخد الادويه هيحصل ايه، فقال له انه التهيؤات هترجع تاني. وبعدها حسن بيخرج من المصحه وبيرجع لبيته، ولما بيخش اوضه المكتب بيلاقيها مطربه جدا، وامه بتقول له ان المكتب كده من يوم ما ابوه مات، لكن عقله كان بيهيأ له ان هو نظيف ومرتب. حتى الشطرنج اللي كان بيلعبه مع ابوه لقى ان طرف واحد هو اللي متحرك. وبعدها بتيجي النهايه، بتبتدي بمشهد ليه وهو قاعد مع رجل اعمال في العربيه وحابب ان هو يشتري مشروع وينفذه بره مصر. فبيقول له اديني فرصه افكر، وبيروح البيت يفكر وبيكتب اخر جواب للرئيس، وبيقول له ان الناس ما بقتش بتضحك يا ريس، محدش بيتمنى الخير لحد علشان هما مش عارفين اصلا يتمنوا الخير لنفسهم. وبيروح عشان يحط الجواب في صندوق البريد، لكن بيكون مكتوب عليه ان هو خارج الخدمه. فحسن بيخبطه بعصبيه، فبيقع منه كل الجوابات اللي كان بيبعتها للرئيس. وهنا في اسقاط سياسي هنتكلم عنه في الاخر.
المهم حسن بيبيع الموتوسيكل ب50,000 وامه بتديله 55,000 عشان يحاول يبدا في مشروعه، وبمنتهى المثاليه المعروفه في نهايات افلام احمد حلمي بيرجع الشغل وبيوافقوا ان هم ينفذوا له مشروعه. بعدها بيرجع يقعد على القهوه مع صاحبه لاخر مره عشان يديله النضاره اللي هو جابها له، وبمجرد ما بيلبسها بيحس ان هو شايف كل حاجه رغم ان هي من غير عدسات اصلا. وبيروح للكافيه اللي هو متعود يقعد فيه وبيرجع يشوف فريده، والاول مره بيشوف حد بيتعامل معاها غيره زي الجرسون. بعدها بتروح تكلمه وبتشكره على الرسمه اللي رسمها لها، وبتحكي له ان هم شافوا بعض كتير في نفس المكان لكن ما اتكلموش قبل كده ابدا، وهو بيحكي لها على كل اللي حصل. وبعدها بنشوف ان هم اتجوزوا وخلفوا عيد ميلاد حد من عيالهم، بس بنتفاجئ ان امه وابوه بيظهروا تاني وكمان ظاهرين في صوره فرحه اللي وراه، وبنلاقي ان البرتقال رجع تاني. وبعد ما الصوره بتتلقط بنلاقي ان الصوره ما فيهاش لا امه ولا ابوه، وبيخلص الفيلم على كده. وخلينا سريعا نبتدي في شرح النهايه بالذات. اولا النهايه كويسه من حيث الكتابه لانها بتقفل كل الخطوط بشكل كويس، مفيش حاجه اتنست. هي اي نعم كانت متفائله في حوار المشروع، بس انا نسبيا متقبله علشان هو اللي مموله، الهيئه الهندسيه بس وافقت ان هو ينفذه عندها، وده جه لحد ما بشكل منطقي لان فعلا مديره بيحبه ومقدر كل اللي هو مر بيه فبيحاول يساعده. اما عن الخط السياسي في الفيلم فاتقفل ان مفيش صوت بيوصل للرئيس، كل سبل الوصول زيها زي صندوق البريد خارج الخدمه، والناس ما بتضحكش عشان قرفت من العيشه اللي هي فيها. والحسن كان منهم برضه لحد ما قابل فريده وعلمته ازاي يضحك، وده كان واضح لما قعد مع شله القهوه اللي من غير اسم، وده يدل يدل على تهميشهم كمعظم الشعب. كمان لما قعد نسيم وحكى له عن قصه حياته في نظر عن حال الشعب المطحون والبطاله اللي ماليه البلد، ودلل على سهوله ارضاء الشعب والضحك عليه بان حسن جاب لنسيم نضاره من غير عدسات. هو ده اخراجيا منطقي لان هو ما يعرفش مقاس نظره، لكن اللي مش منطقي ان نسيم فرح بالشمبر جدا وحس ان هو بيشوف، وده يندل فبيدل على ان نسيم زيه زي حسن الدوله ما مولتش مشروع ولا نفذته فتكاسل وبطل يشتغل عليه ولجأ لخيالاته. ونسيم برضه الظروف كانت صعبه وما كانش لاقي شغل فلجأ للهروب على القهوه، والنضاره رمزيتها ان نسيم يحاول يشوف كويس زي ما حسن بقى بيشوف كويس وبقى على ارض الواقع. حسن وصف ده بشكل كويس جدا في مشهد البريد لما قال انه مش عارف هو كان عيان وخف ولا خافف وعي. وبيختم الخط السياسي في المشهد ده باسف على الازعاج يا ريس. اما الخط الاخير هو الخط الانساني وخط مرض حسن، ونهاه بان امه في الغالب توفت قبل الفرح، لاننا رجعنا نشوف من وجهه نظر حسن وشفنا ان امه وابوه متصورين معاه في الفرح، فهو انتكس تاني وقرر ان هو يبطل ياخد العلاج ويعيش مع اللي بيحبهم في خياله. وده بيرد برضه على الجمله اللي قالها ان هو مش عارف هو كان عيان وخف ولا كان خافف وعي. اما عن التساؤلات فاولهم هو مين اللي كان بيكلم حسن في التليفون؟ اولا حسن هو اللي كان بيكلم نفسه، وفي خاصيه فعلا بتعمل كده عن طريق ان هو بيدوس على رقم معين فبيخلي ان نفس الرقم ده يتصل بيه برايفت نمبر، وكان دايما بيشتم نفسه انه فاشل وحمار لانه مش عارف يحقق حاجه في حياته ولا يكمل مشروعه، وكأن اللي بيشتمه ده كان عايز ان هو يتحرك بس عن طريق ان هو يستفزه. بس كان نتيجه ده ان حسن هرب من الواقع واستسلم لمرضه وكمان اترفد من شغله. طيب خلينا نسال ايه علاقه البرتقال بمرضه؟ اولا لون البرتقال في الفيلم كان اصفر جدا، والاصفر عاده بيدل على الجنون او المرض والاعياء، فظهوره بيبقى معناه ان في حاجه غلط، فدايما اي مشهد بيكون موجود فيه بيبقى يا اما مش حقيقي يا اما نقطه بيتفاقم فيها مرضه. طيب ليه حسن دايما بيبقى حاطط السماعه في ودنه؟ اولا لانه ورث من ابوه حب الموسيقى، وثانيا لانه ما بقاش عارف يتعامل مع الناس فبقى بيختصرهم بكونه مش سامعهم، وده كون عنده نوع من انواع التوحد بعد ما ابوه توفى وساعد جدا في تفاقم مرضه. طيب سؤال كمان، هو ليه حسن كان شايف انه مضطهد وان الناس بتشتمه؟ ده يخلينا نجاوب بسؤال تاني، وهو ليه اصلا حسن كان بيشتكي الناس للريس؟ اولا عشان مرض حسن خلاه شخص دايما بيلجأ للخيال، وده اثر ان هو يكون اعتمادي، فبقى دايما بيحاول يلجأ لحاجه اعلى منه عشان يرمي همه وتخاذله عليها، وده عشان يحس بس ان هو كويس وان المشكله في الناس. وده واضح جدا لما استخدم نفس الموضوع مع ابوه وبقى بيستخدمه في تأييد تصرفاته بشكل مطلق. وبس كده لحد هنا تكون الحلقه خلصت، فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الحلقه وفي حسن في الكومنتات. سلام.